خرافات في علم الولادات. هنتكلم دلوقتي عن خرافة منتشرة جدا، وهي شد البطن أثناء الولادة القيصرية. عايزين نقسم شد البطن بعد الولادة القيصرية، هل هو أولا مسموح بيه ولا لا؟ مسموح بيه، لكن بنقسمه ل3 درجات. أول درجة هي الشد البسيط، ودي بنشيل منها من 2 ل 3 سم من الجلد الزايد، بنشيل فيه جرح القيصري القديم، وبنشيل 3 سم تقريبا من الجزء اللي فوقيه. ده مسموح بيه، وده بيبقى كويس جدا مع اغلب السيدات، وده بنعمله بتأثيره رائع جدا. لكن عيبه ان هو بنكبر الجرح سنه 2 3 سم من اليمين او الشمال، علشان اقدر اشيل الزيادات اللي بتبقى موجوده في الودن. ودي اسمها لو ما اتعملتش، يعني لو شديت البطن في الجزء الوسطاني بس، بيبقى حاجه اسمها دوج اير، ودي بتبقى شكلها وحش جدا. طيب لازم تتظبط كويس، الدكتور يظبطها كويس وتتعمل بكفاءه عاليه. الدرجه الثانيه والثالثه هي ان احنا بنبتدي نشد اكتر من كده من جدار البطن وننزله تحت، ممكن نوصل لمرحله السره او ما بعد السره كمان، وده اللي انا انصح باجراءه تماما اثناء الولاده القيصريه، لان الولاده القيصريه من الولادات اللي ممكن يحصل فيها التهاب، وبالتالي لو حصل التهاب في الجلد بتبقى النتائج اسوأ مما يكون. بننصح باجراء شد البطن بالدرجه الثانيه او الثالثه، اللي هي بننقل فيها السره او بنعمل سره جديده دي بعد الولاده ب6 شهور. ليه؟ يكون تاثير الولاده انتهى، تاثير التورم او الميه اللي في جدار البطن انتهت وراحت، ويبتدي تقريبا دكتور التجميل، لان هو اللي بيعمل العمليه دي جراح التجميل، بيبتدي يظبط شكل او الكونتور بتاع البطن بطريقه مظبوطه، هي دي اللي تكمل معاكي بقيه عمرك. لكن في الولاده الدرجه الثانيه والثالثه لا ننصح بها تماما.